ازاي تقدر تمسح كل حاجة على موقع ووردبريس بضغطة زرار. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلوى عبد، ووردبريس ديفلوبر، وهنشرح مع بعض النهاردة ازاي تقدر تمسح كل حاجة على موقع ووردبريس ونرجعه للوضع الديفولت بتاعه. ويلا بينا. احنا كده في الموقع بتاعنا اللي عايزين نرجعه لشكله الأصلي، وعايزين نمسح كل الداتا اللي موجودة، سواء صفحات أي حاجة موجودة على الموقع دي كلها احنا هنمسحها. طيب ازاي نقدر نعمل كده؟ عايزة اوريكم شكل الموقع قبل ما نبدأ نشتغل عليه الموقع كامل. احنا هنعمل ايه؟ هنيجي أول حاجة في الداشبورد، وعند بلوجن add new plugin، واحنا هنا هندور على اضافة اسمها WP Reset، ودي اشهر اضافة تخلينا نقدر نعمل كده، ونقدر نعمل كده باي اضافة تانية. اوكي، لكن احنا هنحمل دي. وقلت كذا مرة او قلنا كذا مرة ان قبل ما نحمل اي اضافة نبص على الداتا دي الاول، هي متوافقة مع نسخة الووردبريس بتاعنا ولا لأ، هي آخر تحديث ليها امتى، كام عدد التنزيلات بتاعها، وهكذا. اوكي، هي دي الإضافة بتاعتنا وهننزلها. الإضافة بتاعتنا نزلت هنا، هنفعلها، وكده الإضافة بتاعتنا نزلت. هنا بيقول لنا ان الإضافة بتاعتنا هتظهر في التولز. اوكي، فين التولز؟ نقفل ده. فين التولز؟ تولز اهي، والإضافة بتاعتنا اهي WP Reset. دي كده الإضافة بتاعتنا، وطبعا في نسخ منها مدفوعة، احنا بنستخدم النسخة المجانية. وهنا بيقول لنا ايه الفرق ما بين النسخ البرو والنسخة اللي احنا شغالين عليها. نقدر ان احنا نقرأ كل ده بالتفصيل. اوكي، احنا بقى عشان نمسح كل حاجة على الموقع بتاعنا، انا وريتكم الموقع كان شكله عامل ايه، هوريكم دلوقتي ازاي نقدر نمسح كل ده. هنيجي هنا وهنكتب preset، نفس الكلمة اللي مكتوبة هنا دي، هنا هنكتبها تاني، والكلمة بتاعتنا اهي. وهنا هو بيقول لنا يرجع يفعل لنا السيم بتاعنا اللي اوريدي شغال دلوقتي، فاحنا لا مش عايزين كده. بيقول لنا يرجع يفعل لنا البلجن بتاعتنا، فاحنا لا مش عايزين كده، احنا هنشيل دي. اوكي، وكتبنا الكلمة بتاعتنا وهنعمل reset site، reset wordpress. وهنا هو المفروض بيحذف وبيعطل كل حاجة موجودة على الموقع بتاعنا. الموقع بتاعنا رجع زي ما كان بالظبط. لو طلعنا هنا visit site عشان نشوف الموقع، اوكي هنا في مشكلة عشان احنا اصلا بنشتغل على اللوكال هوست. احنا هنا لو رجعنا وشفنا في الابيرنس سيم، اوكي twenty 21 انه السيم اللي شغال 2025. طيب احنا هنا لو رجعنا في السيمات، هنا هو بيقول اصلا ان السيم ده هو مش لاقيه، هو مش موجود مع الفايل او الداتابيز بتاعه الموقع. فهو هنا اصلا المفروض ان ده السيم الديفولت اللي يكون موجود على ووردبريس حاليا، لكن هو الفايل بتاعه مش لاقيه. فاحنا هنعمل ايه؟ هي المشكله دي بسبب ايه؟ ان هو مش لاقي الفايل بتاع السيم. فاحنا ممكن نفعل اي سيم تاني زي استرا مثلا،
واحنا كده فعلناه. اصلا لو تلاحظوا ان احنا لما فعلناه هو الموقع بتاعنا قاري، عشان احنا كنا مسحين كل السمات اللي موجودة. اصلا لو تفتكروا انه احنا شغالين على الموقع مسحنا كل السمات اللي احنا مش مستخدمينها وسيبنا استرا بس. فدلوقتي استرا بس هو اللي موجود. اول لما فعلناه بان ان هو السيم الوحيد اللي موجود. لو خرجنا هنا عشان نشوف الرئيسية هنلاقيها بالشكل ده. الموقع بتاعنا كل حاجة من عليه اتمسحت، الصفحات، التصميم، كل حاجة. طبعا احنا ما ينفعش ناخد خطوة زي كده من غير ما نكون عاملين باك اب للموقع. اوكي، والبلوجن بتاعتنا لسه موجودة ولكن ما اتمسحتش. احنا نقدر نمسحها زي ما احنا عايزين هنا مرة واحدة، ومن هنا ديليت وتبقى ديليت كلها. اوكي، ونقدر برضو نعملها من هنا من التول من WP Reset ونمسح باقي البلوجن اللي موجودة. اوكي، احنا لو عايزين نمسحها من هنا وريتكم ازاي نقدر نمسحها من البلوجن. لو عايزين نمسحها من هنا فهنيجي هنا في التولز وهننزل تحت عند delete plugin وهنمسح البلوجن كلها اللي موجودة. اوكي، كده هو المفروض مسح لنا البلوجن بتاعتنا. نرجع تاني هنا للبلوجن عشان نشوف. كده البلوجن كلها اتمسحت وباقي بس البلوجن اللي احنا شغالين بيها دلوقتي. وكده المفروض كل حاجة اتمسحت. كل الصور اللي المفروض تظهر هنا في الميديا مش موجودة. مفيش اي بيج هنا غير البيجات الديفولت اللي كانت موجودة اصلا من قبل ما نشتغل. ويعني كل حاجة كده رجعت لوضعها الطبيعي. اوكي، والمشكلة اللي حصلت معانا دي كانت بسبب السيم، عشان احنا كنا مسحين كل السمات فهو ما كانش قاري السيم الديفولت اصلا ان هو موجود. اوكي، بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.